والامل والتفاؤل على كل الزملكاويه اللي بيسمعونا من جروب المئويه سوا، عزيز الشافعي والزملكاويه، وكمان اللي بيسمعونا من بره الجروب. معاكم محمد العاطفي وزميلتي هدى محمود في تقديم نشرة النهارده. ونبدأ نشرة النهارده بأخبارنا السياسية، وبما إننا نشرة لجمهور الفيسبوك هنبدأ بأخبار الفيسبوك السياسية. الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت عملت تصويت للمرشحين لرئاسة الجمهورية، وكالعادة جمهور المثقفين ومستخدمي شبكة الإنترنت كانت لهم الكلمة في اختيار دكتور محمد البرادعي المرشح الأول للطبقة المثقفة في مصر. فريد الديب المحامي السابق للجاسوس الإسرائيلي عزام والمحامي الحالي للرئيس المخلوع حسني مبارك قال إن مبارك دخل في غيبوبة تامة. وفي تصريح في التلفزيون المصري نفى مدير المستشفى الموجود بها المخلوع ما ذكره الديب عن حالة مبارك. صحيح الديب ديب. الحساب الشخصي على تويتر للدكتور حازم عبد العظيم وزير الاتصالات الجديد بين انه من الثوار ميدان التحرير وداعم اساسي للثورات. رفض اسر الشهداء بالسويس اي محاولة للمساس بقناة السويس، واكدوا على اتفاقهم على تنظيم العمل بينهم لحمايتها، وكمان هيحموا قناة السويس بنفسهم. الله عليكم يا سويسة. ودلوقتي ننتقل لاخبارنا الفنية مع زميلتي هدى محمود، وبقول لها صباح الخير يا هدى. صباح النور يا محمد. دلوقتي هنروح لأهم أخبار الفن، وقبل أخبار الفن أحب أقول صباح الفل لكل حبايبي الزملكاوية اللي معانا ومتابعين نشرتنا. معانا أول خبر للفنان محمد هنيدي، بيقول الفنان محمد هنيدي رفض عمل أي مقابلات أو حوارات أو تصريحات صحفية لوسائل الإعلام، وطلب من الشركة المنتجة لمسلسله الجديد عدم تواجد الصحفيين في مواقع التصوير، لأنه بعد ثورة 25 يناير يلتزم الصمت حيال ما يحدث، وأيضا حتى لا يتفهم تصريحاته بشكل خاطئ. يتابع محبو سلسلة أفلام هاري بوتر الجزء الأخير من العمل، واللي باسم هاري بوتر ومقدسات الموت 2، في أكثر من دورة عرض مصرية وعالمية. الفنان أحمد السقا يستعد للتصوير دوره في مسلسل نونا المأذونة، واللي بيظهر فيه كضيف شرف في إحدى الحلقات خلال الأيام القليلة اللي جاية. ونبتدي بأخبار الرياضة مع زميلي محمد العاطفي. اخبار الرياضة النهاردة بتبدأ بصحيفة آزا الاسبانية قالت ان نادي برشلونة يسعى بالفوز بنيمار، ورفع المقابل المادي للصفقة بعد سفر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لعقد جلسة مع مسؤولي سانتوس لإنهاء الصفقة للنادي الملكي. تتجه النية عند مسؤولي نادي إنبي لرفض الصفقات التبادلية التي عرضت على النادي البترولي سواء من الزمالك أو الأهلي في الفترة الأخيرة. ووضع إنبي حد أدنى لبيع لاعبيه الثلاثة المتصارع عليهم حاليا من بعض الأندية، سواء وليد سليمان المطلوب في الزمالك أو الأهلي، أو عبد العزيز توفيق وأحمد عبد الرؤوف المطلوبين في الزمالك والمصري، وإن الحد الأدنى للثلاثي المطلوب يصل إلى 20 مليون جنيه. نادي توتنهام هوسبيرز الإنجليزي دخل في مفاوضات مع اللاعب التوجولي إيمانويل أبديبايور لاعب المان سيتي، والذي يرفض اللعب في النادي. انضمام ناديي وادي دجلة وبتروجيت إلى قائمة الأندية الراغبة في الحضري حسب ما قاله محمد شيحة وكيل اللاعب. فوز المنتخب المصري العسكري في تاني مباراة له في بطولة كأس العالم العسكري على الإكوادور ب5 أهداف، وأحرز الفنان شيكابالا هدفين، وحسين حمدي هدفين، وأحمد صديق هدف واحد. ويتأهل بالنتيجة ديت المنتخب العسكري لمقابلة المنتخب الفرنسي في ختام المجموعة. بكل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني العسكري. طارق العشري مدير الفني نادي حرس الحدود طلب بسرعة التعاقد مع أحمد حسن قائد المنتخب المصري من أجل تدعيم الفريق بعنصر الخبرة في موسم القادم. يا رب يتعاقدوا معانا. وبننتقل لأخبارنا، أخبار النادي الملكي العظيم مع زميلتي هدى محمود. ومعانا أخبار النادي الملكي، وأهمها مدير أعمال شيكابالا يهدد الزمالك بالفيفا والتصعيد في حالة إقرار الجبلية بصحة التعاقد. القانونيين باتحاد الكرة يقرون بصحة التعاقد بين شيكابالا والزمالك. الدكتور أشرف صبحي مدير إدارة التسويق والاستثمار بالنادي
أن المصاريف الفنية للشركات المقدمة لكسب حق رعاية النادي لمدة عام هتفتح يوم الأربعاء، وأيضا فتح المصاريف ماليا يوم الخميس وإجراء المزايدة. عبد الله جورج عضو مجلس إدارة النادي قال إن كابتن حسن شحاتة هيحضر جلسة يوم الاثنين لبحث احتياجات النادي في الموسم الجديد. حصول حسين ياسر المحمدي نجم الفريق الأول على جزء من مستحقاته المالية عن الموسم الماضي حسب قال المستشار جلال إبراهيم. اللاعب حسن يسري نجم الفريق الأول لكرة اليد الزملكاوي تلقى عرضا من نادي الجيش القطري للعب معه بطولة آسيا أبطال الدوري المقامة في الأردن. يواصل وسام عماد وأنس أسامة نجم الزمالك في السلة تلاقما مع المنتخب المصري في بطولة أفريقيا، وقضوا على الفوز على أنجولا 106-41 في الدور قبل النهائي للبطولة، والصعود لمقاولة المنتخب التونسي في الدور النهائي في نفس البطولة. الدكتور محمود سعد المدير الفني لقطاع الناشئين قرر إعطاء فرصة أخرى للشباب اللي أدوا الاختبارات من مواليد 96 إلى مواليد 91 لمشاهدتهم مرة أخرى لتحديد مصيرهم. محمد ممدوح هاشم نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك والمنتخب الوطني قال إنه بيبذل أقصى جهد للحفاظ على مستواه اللي قدمه في الموسم اللي فات، ورغبته في تقديم موسم راقي مع الزمالك ومع المنتخب أيضا. ودلوقتي نروح لأحلى فقرة في نشرتنا وهي أخبار الجروب مع زميلي محمد العاطفي. فعلا هو ده الفقرة دي كل زمايلنا في الجروب بينتظروها، وهي فقرة أخبار الجروب. وهنبدأ فقرة أخبار جروب المئوية سوا عزيز الشافعي والزملكاوية. هنبدأ بفقرة أحسن بوست لموني محمد. موني محمد عمل بوست جامد جدا. البوست بيقول: حب الزمالك في دمي، حب الزمالك ده همي، حب الزمالك بيزيح غمي، ولا هيكون أبدا قلبك مكسور، هتعيش يا زمالك عصور وعصور، هتفضل مرفوع الراية ومنصور، ومن قلبي بنقولها بعلو الصوت، يا زمالك بنحبك موت، ولا هتكون يا زملكاوي متغرب، زمن البطولات راجع وقرب، ومش هنسيب الفرصة تهرب، ومن تاني هنقول الزمالك حبي، بقولها وشاهد عليا ربي، نادي الزمالك حتة من قلبي، مش بس فنان، ده فنان تشكيلي، قولي يا تاريخ عنه وغنيلي، اللي أسس الزمالك عنه احكيلي. الله عليك يا موني، بوست جامد جدا بصراحة. وروح لأحلى الأنشطة عندنا وبوست ماراثون القرآن الكريم. النهاردة إن شاء الله زميلتنا ميوشة هتقرأ الجزء 17، ربنا إن شاء الله يجعله في ميزان حسناتك يا ميوشة. وبنروح لفقرة أعياد الميلاد ونقول للعضو حبشي زمورة: كل سنة وانت طيب يا زملكاوي. في نهاية النشرة بشكر زميلي محمد العاطفي من المذيعين، ومن فريق الإعداد دينا عبد الحفيظ إيمان محمود، ومن فريق الصياغة حامد رضوان، وطبعا من الإخراج محمد العاطفي. كنت معاكم هدى محمود، صباحكم لانكو يا زملكاوية وبخطين حمر.